ماتش براج من أصعب وأمتع المباريات، ديما كاينة ندية ومنافسة وحماس ودراما طبعا. وهذه المباريات تكون صعيبة على أعتى اللاعبين. بصح في قصة اليوم حارسنا كان ماهوش أساسي أصلا، وكان الحارس الثاني ورايح مع المنتخب كحارس طوارئ. وبالفعل جات الفرصة وغاب الحارس الأول على ماتش براج مع مصر. وهنا جات فرصة فوزي اللي بالمناسبة قبل المباراة نساوه في الأوتيل وديمارات البيس لمباراة العمر اللي كان ممكن تضيع منه. انا توقعت انه خاف والله كان راقد والله حاجه كيما هاك. لا لا خويا، السيد كان يتفرج في فيلم. انا عميه الدنيا مقلبه، ماتش تاهل كاس العالم، الجو مشحون، الاعلام يغسل في الشعب كامل والسيد يتفرج في فيلم. الشوشي لا قايله تتفرج البيس قلع خرج من الاوتيل والشوشي يتفرج في فيلم. ما على بالوش بالماتش كاع، والله لا هذه صح بالماتش كاع، والله لا هذه صح هذه ابو الماتش ابو ما كان سرجنا البيس قلع حتى حسن الحاجي نوطن ديكار داكور بيان سور كنتو مشيتو مليح ولا شويه ولا ثم خرجت الوتر عاود الدار فيس ماهوش اللي تنسى بالك تروح واحد اخر جوال قال المورد ما تفخلوش ما تنساه ساكت عاقل ساكت بصح شوف يدور هنا يدور هنا شغل كاينه حاجه خاصه. بصح هذه الحادثة تفسر الأداء اللي قدموا في ديك المباراة. كوزي عصب وكان تحديد وما تأثرش بضغط المباراة، واللي دخل فيها من أول الدقائق صد الكرات مستحيلة، وكان سبب رئيسي في تأهل المنتخب لكأس العالم بعد غياب 24 سنة. واتفتحت أبواب المجد الفوزي وخلاص كامل تأكدنا أنه أخذ مكان الوناس قواوي. كاين اللي يقول قواوي هو اللي زرع وشوشي اللي حصد. بصح هذه هضرة تاع جياحة. كرة القدم ما فيهاش عاطفة، تخدم تدي تغفل تروح بلاصتك. وراح تتأكد هذه النظرية مع شاوشي شخصيا. المهم بعدها رحنا لكاس افريقيا وزاد غاب الوناس بسبب عملية جراحية، والساحة فرغت حرفيا. الفوزي باش يثبت روحه اكثر مع المنتخب ويكون هو الحارس الاول في سن 26. بصح حبس 26 سنة روطار بزاف في كرة القدم. وين كان فوزي قبل ملحمة درمان؟ نبدأ القصة من الأول. في أواخر 1984 وبالتحديد في 5 ديسمبر في برج منايل ولد فوزي شاوشي، وثم بدأ مسيرته مع نادي الشبيبة الرياضية البرج منايل ولعب معهم من 2003 إلى 2006. بالصح بدأ يلعب مع الفريق الأول من 2005 وقدم معهم مستوى ممتاز لدرجة أنه في 32 مباراة أدخل فيه 7 أهداف فقط. وهذا اللي لفت انظار الانديه المحليه الكبرى ليه حتى جات النقله الكبرى واللي كانت مع نادي شبيبه القبائل، ولعب معاهم من 2006 ل 2009. والارقام اللي حصلها كانت ممتازه. في 90 مباراة خاضها مع الشبيبة قدر يحقق 35 كلين شيت، وهذا التألق خلاه يحقق لقب الدوري في عام 2008، وهي نفس السنة اللي تم استدعاؤه فيها للمنتخب. ولعب أول مباراة ليه ضد منتخب الكونغو الديمقراطية واللي خلاص التعادل، ومن بعد استدعاؤه للمنتخب ولا حاجة روتينية. بصح مازال والناس هو الحارس الأساسي. في 2009 انتقل شاوشي للكبير وفاق سطيف، وكانت نقلة كبيرة للنادي وللحارسين. وفي ذاك العام المنتخب كان ماشي خطوة خطوة باش يقدم أداء مشرف في تصفيات كأس العالم، لأنه التأهل كان شيء مستحيل طالما طحنا مع مصر في مجموعة واحدة. بصح الجزائر ربحت مصر في بلادها ومصر ربحت الجزائر في القاهرة وتعادلوا في كلش، وكان لازم مباراة فاصلة. وتم اختيار ملعب درمان في السودان باش يحدد شكون يروح لكأس العالم. وشاوشي قدم أداء خرافي. نخليكم على الأداء لأنه كلامي مستحيل يعبر على جبروت شاوشي في ديك المباراة. في الجهة المرفوعة الكرة ممتازة. شاوشي خرج هذه الكرة، وأول ثاني خروج لفوزي شاوشي. طبعا نعرف قامته الطويلة جدا وقدراته في الكرة العالية. محمد أبو تريكة مرفوعة الركنية صعبة. أنت رائع، أنت رائع يا أيها الرائع. ممتاز شاوشي، خلاص دخل في المباراة فوزي شاوشي. حذاري من محمد أبو تريكة، حذاري من بوتريكا. يا شاوشي، لو يا شاوشي، أنت البطل. ستلعب مباراة كبيرة اليوم. كنت سأقول أمام زيدان صعبة. أولا على فندسار، على فندسار ينقذ الموقف. مباراتك يا شاوشي، مباراة عمرك يا شاوشي. اللاعب فقط وليس إلا يا سلام يا شاوشي، وكأن سجلنا هدفا ثانيا. يا سلام.
سلام يا شوشي، أنت رائع وأنقذت المنتخب. أوه. بعد هذه الملحمة مجهود الوناس قواوي التمحى كأنه ما دار والو، والتأهل كأس العالم تكتب اسم عنتر يحيى وفوزي شاوشي. بصح قبل كأس العالم في جنوب أفريقيا كان لازم نلعبوا كأس أفريقيا في أنغولا، ومن أول مباراة المنتخب قدم أداء مزري وخسرنا 3-0 مع مالاوي أضعف منتخب في المجموعة، وبعدها شاوشي خرج بكلين شيت زوج المباريات الجايين وتأهلنا باش نتلاقاو مع الفيل الافريقي كوت ديفوار. المباراة من اشهر مباريات المنتخب واللي شاوشي ورغم تلقيه 2 اهداف الا انه قدم اداء ممتاز خلى رصيده يزيد عند الجماهير، والحاجة اللي خلت الجمهور يعشقه هي كما دخل في الحكم كوفي كوجا بدماغ وزاد بطاقة حمراء في مباراة مصر. خلاص شاوشي كان يعيش افضل ايامه. مباراة درمان كانت عبارة عن صك الغفران يمشي به يمسح به جميع أخطائه اللي كانت قليلة للأمانة، ومشات بنا الأيام لكأس العالم وكنا نلعبوا مباريات ودية. تم استدعاء حارس مرمى من الدوري البلغاري اسمه رايسن بولحي، واحد مهتم به لأنه كان عندنا بطل ملحمة درمان. بصح كاينة حاجة ديما ننساوها واللي هي غلطة الشاطر بمليون. أول مباراة في كأس العالم كانت ضد أضعف منتخب واللي هو سلوفينيا. بصح قبل ما نحكوا على المباراة نحكوا على كرة جابولاني اللي كانت تتغير مسارها مع كل تسديدة واللي أغلب الحراس شكاو منها، وكثير حراس داروا غلطات كارثية بسببها. الوحيد اللي استفاد منها هو دييغو فورلان اللي كان يتيري برك وتدخل في الشبكة بعد ما تغلط الحارس. المهم وبدات المباراة واللي كانت متكافئة إلى حد كبير، وشاوشي كان في الموعد باش يخرج بكلين شيت وندو أول نقطة في المونديال، إلى أن جاءت الكارثة. كرة ميتة من لاعب سلوفينيا خبطت في الأرض وطلعت، وشاوشي ما عرفش يتصرف معها ودخلت في شباك شاوشي، وخلصت المباراة بخسارة غير مستحقة. وتم رسميا استبعاد شاوشي من مباراة إنجلترا اللي نشفى لها. صح الشعب كان غاضب من شاوشي، بصح كامل كانوا رافضين فكرة مبولحي انه يكون اساسي. وهنا المفروض مباراة انجلترا يتلقى فيها هذا الحارس اكبر عدد ممكن من الاهداف، وهنايا الناس تعرف قيمة شاوشي ويرجع معزز مكرم للمنتخب. مباراة انجلترا المفروض كانت هي حبل النجاة لشاوشي باش يرجع يكون اساسي، بصح للاسف مبولحي لف الحبل على رقبة شاوشي وقتل اي ذرة امل باش يرجع يكون اساسي. الحبل اللي لفه مبولحي على شاوشي هو نفس الحبل اللي لفه شاوشي على قواوي في مباراة درمان، وهذه اللي قلناها في بداية الفيديو انه لاعب يزرع والاخر يحصد. اللي زرعوا الوناس حصدوا شاوشي، واللي زرعوا شاوشي حصدوا مبولحي، وهذه هي كرة القدم ما فيهاش مجال للعاطفة. مبولحي استغل الفرصة أفضل استغلال وزاد قدم أداء أسطوري في مباراة أمريكا وتدفن شاوشي مع المنتخب، وللأسف حتى مسيرته مع الأندية بدأت تتراجع وكثرت مشاكله. وفاق سطيف اللي كان من أقوى أندية القارة فوزي فاز معهم غير بكأس الجمهورية مرتين، الأولى ضد شباب باتنا واللي خرج فيها بشباك نظيفة بالمناسبة، والثانية ضد السيربي. بعد مسيرة جيدة مع وفاق سطيف اللي لعب معهم 55 مباراة خرج فيها ب20 كلين شيت، وهذا رقم ممتاز جدا. بالمناسبة 20 مباراة شباك نظيفة هو عدد مباريات حسن يبدأ مع نابولي اللي الناس طايرة من الفرحة بيبدأوا نابولي. المهم موضوع نرجع ليهم بعد. انتقل بعدها للمولوديا ولعب معاهم على 2 فترات، والإجمالي تاعهم حوالي 140 مباراة وخرج ب55 كلين شيت، ومعاهم حقق لقبين وإيقافين، لقبين كأس الجمهورية وكأس السوبر. والإيقاف الأول أنه رفض يستلم الميدالية، والإيقاف الثاني نهار ضرب حارس السيربي، وكان واضح أنه خلاص قد بوصلة النجاح والصعيب باش تلومه. ماهيش سهلة تدمر مسيرتك كامل بسبب غلطة واحدة برك، وبعدها شاوشي تنسى كيفه كأي لاعب آخر قرر يتمرد، وبعد المولوديا راح للسياربي بصح ما طولش معهم وتفسخ العقد. وهنا تقريبا انتهت مسيرة فوزي، لأنه بعدها لعب مع أندية تقريبا ما تنافس على حتى لقب، من أهلي برج بعريريج إلى شبيبة برج منايل نادي الطفولة، وأخيرا استقر في الدرجة الثانية مع نادي الحراش وهو في سن 41 سنة.
فوزي شاوشي كان ممكن يكون أعظم حارس جزائري، بصح عقليته وشوية زهر خلاه يكون فوزي اللي نعرفوه. ما حبيتش نحكي على فترته الثانية مع المنتخب لأنه واحد ما راه متذكرها أصلا، وحتى الحكم عليه فيها ظلم كبير لأنه المنتخب ذيك الفترة كان يغيظ كان منتخب ميت. هذه هي مسيرة فوزي شاوشي، وإذا عندك اقتراح القصة لاعب خليها في التعليقات. نتلاقاو في الحلقة الجاية إن شاء الله.